كما تعرض عدد من الطلبة من المعهد الأعلى للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس إلى الاعتداء بالعنف نهار الأحد من طرف عناصر سلفية في سجنان من ولاية بنزرت كانوا بصدد القيام بدراسة ميدانية في جبالة برقة وعين دراهم. والأكثر تفاصيل على الموضوع هذا معنا في البلاتو الطالبة شيرين إبراهيم أحدى الطالبات من اللي كانوا في الحافلة. نعملوا راحة نتاع 20 دقيقة في سجنان باش أي واحد يحب يشري حاجة ولا ياكلها. يا أخي شنو صار بالضبط؟ يا أخي فما اعتداو علينا، اعتداو من الأول على طفلة لفظيا، تكلموا معها كلام مش باهي، يعني كلام ودافعوا عليها ولاد المعهد نتاعنا، قالوا لهم يزيو يعني طفله وما يجيش تتكلموا هكا معها. وبعد فما اولاد صغار عمرهم 14 15 سنه زيدوا باقي يحكيوا يعني مع الطفله وباقي يتمنكوا عليها، حتى وين اصحابي قالوا لها برا اركب في الكار وامشي يعني ابعد عليهم. كي هما كي راونا احنا ما عملنا حتى شيء، لا اعتدينا عليهم لا لفظيا لا جسديا، معناتها ما كلمناهمش، ما عجبتهمش، قالوا معناتها لموا بعضهم بالتليفونات فيسا في 20 ثانيه كيكه تلموا 15 20 واحد، وكلهم بالحجر في يديهم بالعصي، وثلاثه اولاد والطفله والاستاذ قدموا شكايه يعني بالاهالي يعني اللي اعتدوا علينا. يعطيك الصحة. نذكروا اللي معانا في البلاتو كانت الطالبة شيرين إبراهيم، وهي إحدى الطالبات من اللي كانوا في الحافلة اللي تعرضت للاعتداء في منطقة سجنان من بعض المتعصبين.